تعالى بقى بقول لك ازاي تعمل اكونت بروفيشنال على لينكدين في 10 خطوات. بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل فولو ولايك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. لو اول مره تعمل اكونت يا ريت تعمل الخطوات دي من على الكمبيوتر مش من على الموبايل. يلا بينا. اول حاجه بياناتك الاساسيه، اسمك، ايميلك، رقم تليفونك. بالنسبه للاسم هيكون بالانجليزي الاول والاخير، فيرست ولاست. اما الايميل فيكون اكتف وتكون مسجل الباسورد بتاعته وحافظها عشان هيجي لك عليه ايميل تفعيل لحسابك. وقبل ما انسى، الايميل يكون باسمك الحقيقي برضه، يعني والنبي بلاش بقى سوسو لاف 122 والحاجات دي. يا حبيبي انا مش بتنمر عليك، بس احنا اتفقنا ده شغل بروفيشنال، مفيش ريكروتر هيوظف حد اسمه سوسو لاف 122. بالنسبه لرقم التليفون ده حاجه اوبشنال كده، بس نصيحه مني، مهم يكون اكتف وشغال عشان لو حد احتاجك في شغل بيتواصلوا معاك بطريقه من دول، يا ايميل يا رساله على لينكدين يا التليفون. تاني حاجه صوره البروفايل والباك جراوند فوتو، وهنا معاك اكتر من اوبشن. ممكن تحط صوره السي في اللي هي ال4 في 6 بخلفيه بيضاء، او صوره سمارت ليك، وسمارت هنا مقصود بيها صوره بكواليتي عاليه، يعني مش متبهدل فيها ولابس اي حاجه او لابس لي نضاره الشمس او عامل لي كروب من مناسبه وشايل اصحابك منها. ولو بصيت على الاكونتس البروفيشنال هتلاقي ناس كتيره حاطه صور ليها ابيض واسود، وده كمان اوبشن ليك. اما الباك جراوند فيفضل انها تكون بتعبر عن مجال شغلك وكواليسه، وتكون سيمبل مش كوميكس وميمز. ثالث حاجه الهيدلاين والبوزيشن، وده بتكتب فيه مجموعه كلمات بتعبر فيه عن طبيعه شغلك في شكل جمله، وده عشان تسهل على الشركه او الريكروتر وهم بيدوروا على حد يشتغل معاهم ان هم يلاقوك بسرعه. يعني مثلا لو انت مصمم جرافيك وبونتير وبتشتغل عمل حر، ممكن تكتب فريلانسر جرافيك ديزاينر اند فيديو اديتور، او ممكن تدور في لينكدين على الناس اللي شغالين في مجالك وتشوف هم كاتبين ايه. بس خلي بالك مهم انها تكون جمله مختصره، وهقول لك كمان شويه ليه. اما البوزيشن فده بيتكتب فيه التايتل بتاعك وشركتك اللي انت شغال فيها في الوقت الحالي. نيجي بقى الرابع حاجه اللي هي الاباوت، وده بقى بنكتب فيه نبذه عنك وعن شغلك وطبيعته واهتماماتك، حاجه كده في حدود 200 ل 300 كلمه كده، عشان كده ما ينفعش تحرق الكلام ده في الهيدلاين. خامس حاجه بقى الفيتشر، وده بقى المكان اللي هتبروز فيه الشغل بتاعك اللي لو حد بيفتح الاكونت بتاعك لاول مره تحب ان هو يشوفه. سادس حاجه الاديوكيشن، اكتب فيها التعليم بتاعك لو خلصت او لسه بتدرس، وده هتلاقي فيه اوبشن ستودنت علم عليها لو لسه بتدرس، وهينقلك لخطوات تانية بسيطه كملها. نصيحه بقى صغيره، لو عملت اي ستودنت اكتيفيتيز اكتبها في الاديوكيشن مش في الخبره، ده غير كمان الكورسات والشهادات، اي حاجه لها علاقه بالتعليم اكتبها في التاب دي. سابع حاجه اكسبيرينس، ودي خبرتك لو اشتغلت في اكتر من مكان، واكتب جنب كل بوزيشن حاجه بسيطه عن طبيعه شغلك كانت عامله ازاي. وخليني اقول لك هنا على تريكايه صغيره، اكتب دايما من الاخر للاول بحيث يظهر للناس اخر بوزيشن انت كنت فيه، وبالتالي تسهل على الريكروتر انه يلاقي تالنت زيك. تريكايه كمان اقول لك عليه، لو شغال في 4 اماكن منهم 3 شبه بعض وواحد مختلف ممكن ما تكتبوش، وخلي بس الحاجه اللي انت عايز الناس يعرفوك بيها. تامن حاجه السكيلز، وما تعملش بقى زي السي في وتحط فيها حاجات مش حقيقيه. هنا بقى لينكدين بيديك اوبشن حلو قوي، وهو الكويز. الكويز ده بقى مجموعه اسئله بيديها لك لينكدين عشان يشوف مدى خبرتك في المجال ده، ودي بتبقى مؤشر للريكروتر عشان يعرف بيه مدى حرفيتك. او ممكن بقى ساعتها تستفيد بشبكه علاقاتك وتطلب من الناس اللي كانوا شغالين معاك ان هم يعملوا لك اندورسمنت. ايه الاندورسمنت ده اصلا؟ هو تأييد او تزكيه من زمايلك اللي كانوا معاك في الشغل وبيأكدوا انك بتعرف تعمل المهاره دي. ونصيحه بقى، لو حد عملها لك يا ريت تكون حقيقيه مش فيك. تاسع حاجه اللغات، ودي بتكتب فيها بقى كل لغه ومستواك فيها ايه، ومش محتاج اقول لك قد ايه مهم جدا انك تكون بتتكلمها فعلا عشان ما تتفضحش. عاشر واخر حاجه الريكومنديشن، ودي توصيات الناس اللي اشتغلت معاهم واللي بيحكوا فيها عن تجربتهم في الشغل معاك وانت شاطر في ايه. في ناس بتعمل كده لوحدها لما تلاقيك موجود على لينكدين، او انت ممكن تطلب منهم ده في شكل ريكويست هتلاقيه موجود عندك. وكده بقى خلصنا كل البيزكس. خد بقى مني الهديه دي، وهي لينك اليو ار ال بتاعك تقدر تعدل فيه عشان الناس تقدر توصل لك بسهوله. طب ده نعدله ازاي؟ في اقصى اليمين عندك هتلاقي اوبشن اديت يو ار ال، ادخل عليه واكتب الاسم اللي عايز الناس يوصلوا لك بيه بسهوله، لان دلوقتي لو حد بيعمل سيرش عليك على جوجل اول حاجه بتظهر له هي اكونت لينكدين لو عندك. فاستفيد من النقطه دي، وبكده تكون انت جاهز دلوقتي باكونت بروفيشنال على لينكدين عشان تبدا رحلتك في سوق العمل. وبس يا سيدي، ما تنساش بقى الفولو واللايك والحركات دي. ها سلام.